السلام عليكم، معكم يونس من قناة أفكاري بالليل. بعض الأحيان كتكون دايز محدا الثلاجة حتى كتلقى راسك حليتيها بلا ما تشعر. واليوم جينا نجاوبو على واحد السؤال اللي هو علاش كتحل الثلاجة واخا عارفة ما فيها والو. وحده من الأسباب الرئيسية هي العادة. ملي كتولف تحل الثلاجة بانتظام عقلك كيتبرمج على هذا السلوك وكيولي يدير هذا السلوك تلقائيا حتى في الأوقات اللي ما كنكونوش فعلا محتاجين شي حاجة من هاد الثلاجة. هاد السلوك كيقدر يكون بحال الادمان على شي حركه معينه، بحال التحقق من التليفون بلا سبب. الثلاجه كترمز عند بزاف ديال الناس بالراحه، حيت كتكون مرتبطه عندهم بالاكل اللي كيخليهم يحسوا بالارتياح. ملي كتكون متوتر اولا فيك الملل كتلقى راسك كتمشي تحل الثلاجه باش تلقى شي حاجه تخفف عليك حتى ولو كنت عارف مزيان انها خاويه. الفضول واحد من الدوافع اللي كيخلينا نتصرفوا بهذه الطريقه الغير منطقيه. بعض الخطرات كتلقى راسك كتمشي تحل الثلاجه غير باش تشوف واش كاين شي جديد ولا واش كتلقى شي حاجه اللي نسيتيها واخا تكون متاكد انها خاويه. بعض المرات كتكون المحيطات اللي كتعيش فيها كتحفزك على سلوكيات معينه بلا ما تشعر. مثلا الا شفتي شي واحد حداك كياكل كتقدر تلقى راسك مشيتي تفتح الثلاجه بلا ما تحس. ملي كتكون عندك مشاكل او لا حاس بالملل عقلك كيقلب على طريقه باش يهرب من هذا الوضع، وفتح الثلاجه يمكن يكون واحد من هذه الطرق اللي كتهرب بها من الروتين ولا من المشاكل اللي كتواجهها. في الاخير فتح الثلاجه مع انك عارف مزيان انها خاويه هو سلوك كيجي نتيجه العاده، البحث عن الراحه النفسيه والفضول وحتى الرغبه في الهروب من شي وضع معين. هذا السلوك راه طبيعي، ولكن الا كان كيوقع لك بزاف يمكن تفكر في شنو اللي كيحفزك وتحاول تلقى شي بديل. وإلا عندكم شي اسئله اخرى ولا مواضيع بغيتونا نناقشوها خليوها لي في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك والسبسكرايب باش تبقاو معنا ديما في الجديد.